السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ما يعرفنيش أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي. دايما بيتقال إن سر السعادة إنك تخلي سعادتك سر. دايما بيتقال إن أنت تداري على شمعتك تقيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ووصانا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. آه، أنا متبني جدا ومؤمن جدا في الحاجة دي في حياتي. دايما بحس إن أنا لو بعمل حاجة واتكلمت عنها قبل ما تتم، بيبقى عندي اقتناع تام كده وعقيدة راسخة جوايا ان الحاجة دي خلاص مش هتتم. مؤمن جدا ان انا اي حاجة اتكلمت فيها وانا لسه ماشي فيها خلاص، يعني مش عارف، بس انا بسستم دماغي خلاص ان هي مش هتتم. حاجة حلوة اتكلمت عنها في حياتي بحس ان انا مش هتكمل. بلاحظ ان يمكن 90% الحاجة دي فعلا ما بتتمش، ودي يمكن حاجة بتضايقني جدا. فبقيت ان انا حابب اي حاجة اعملها في حياتي، عارف يعني اللي هو لأ، أنا عايز أخبّي أي حاجة باعملها في حياتي، عايز أخبّي عليها أو عايز أداري عليها أو مش عايز أتكلّم عنها خالص. فأوقات باضطر إن أنا أشارك الناس اللي حواليّا. بعد ما باعمل كده باحس بندم كبير أوي، اللي هو بابدأ بقى أعيش في رعب، اللي هو الحاجة دي مش هتتم، الحاجة دي مش هتحصل، الحاجة دي مش عارف إيه. فمن فترة لمّا كنت مثلًا باجري في حوار الجيش وحوار عرفت حوار الإعفا وكده، كتمت على الموضوع جدًا. وكان اي حد بيسالني بقول له لسه مش عارف ايه الدنيا، ما اعرفش، قالوا لي تعالى بعدين، لحد ما استلمت الشهاده في ايدي. يعني اول ما مسكت الشهاده بايدي كده وخلاص، ما بقاش في اي اجراءات تانية او في اي حاجه تانية. خلاص بقيت ان انا اعرف الناس ان انا اخدت اعفاء. كان عندي طول فترة الجيش إن أنا كل ما هاتكلم عن حاجة أو أعرّف الناس أو لو عرّفت الناس ممكن يطلع لي كده أي حاجة. ما أعرفش، كان عندي اعتقاد كده. كذلك مثلًا لو أنا كنت باقدّم مثلًا في شغلانة جديدة أو حاجة، باخاف جدًا أقول مثلًا إن أنا باقدّم في شغلانة جديدة، أو إن أنا مثلًا عملت interview اتقبلت فيه. باخاف لحد ما خلاص أبدأ أثبت في الشغلانة أو رجلي تثبِّت أو خلاص بقيت خلاص بقى قدّمت ورقي، مضيت مثلًا العقد، عملت كل حاجة، الحاجات اللي هي الحاجات الإجراءات اللي بتتم عشان تستلم الشغل. أول ما أخلّصها خلاص كده أقدر مثلًا أتكلّم. لو حد سألني أنت شغّال في إيه أو بتعمل إيه دلوقتي أو كده، أقول له 1، 2، 3 عملت 1، 2، 3. فما أعرفش، ما يعني أنا مش عايز أقول حسد، بس أنا يعني باحب جدًا أو مؤمن جدًا بالحديث اللي زي ما قُلت لكم من شوية، إن هو بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إن أنتم علشان حاجة تتم أو عشان تقضوا حاجتكم افضلوا كاتمين عليها. فأنا مؤمن جدًا إن في حياتنا في حاجات كده ما ينفعش إن إحنا نشاركها مع الناس، أو ما ينفعش إن أنت تبقى خلاص تبقى مكشوفة على الملأ كده أو كتاب مفتوح للناس. لأ، هي الحاجات دي لازم تكون سر. يعني يمكن على سبيل المثال من الحاجات اللي ما ينفعش تبقى كتاب مفتوح أبدًا ولازم تبقى سر أو تفضل سر، هي حكاية شريك حياتك أو حياتك العاطفية. حياتك العاطفية ديّة يعني ضروري جدًا إن هي ما حدش يعرف عنها أي حاجة، سواء بزعل أو بفرح. مش مؤمن جدًا أو مش باحب خالص حتة الناس اللي بتقعد مثلًا تشارك ستوريهات، أو مثلًا الناس اللي بتقعد فيديوهات تشاركها مثلًا على فيسبوك أو على يوتيوب أو على تيك توك، أو مثلًا على حتى لو ستوري واتساب. ما باحبش جدًا حتّة إن أنا أروح أشارك ده، أقول مثلًا لحد كل سنة وأنت طيب على الملأ، أقول مثلًا لخطيبتي كل عيد مثلًا وأنتِ معايا. مش عارف، أنا مش مؤمن في الكلام ده، اللي هو لأ، يعني ده الكلام ده بيني وبينها، يعني أحتفل بيني وبينها بعيد ميلادها، أحتفل بيني وبينها بعيد جوازنا. لكن أنا أشارك ده على الملأ مش عارف، لأ، مش مؤمن بده خالص، يعني إن هو ما باشوفش إن هو يتعمل ده. يعني حتى بصراحة لمّا مثلًا بيبقى في حاجة في حياتي حصلت جديد وآجي أقول لحد، أنا باقول له الخبر. يعني هو أنا باضطر بس أقول الخبر علشان يعني في ناس بتسأل، هي دي اللي بتضايقني. يعني إن شخص بيسألك أنت عملت إيه مثلًا في حياتك أو هتعمل إيه الخطوة دي جاية، وأنت بتبقى مُجبر إن أنت تقول له فعلًا أنت عملت إيه، لإن أنت لو ما قُلتلوش هيعرف بطريقة تانية أو هيعرف من جانب تاني. فأنت بتضطر إن أنت تشارك ده، أو أنا شخصيًا باضطر إن أنا أشارك ده مع بعض الناس، لإن لو أنا ما قُلتلهمش هم يعرفوا من ناحية تانية فهيزعلوا. وأنا بتهمني جدًا حاجات المشاعر، إن أنا ما باحبش حد يزعل. أول ما باقول الخبر من هنا أو أول ما باقول حاجة من هنا على طول، يعني على طول بعدها باقوم قارئ مثلًا سورة قُل أعوذ برب الفلق أو قُل أعوذ برب الناس. ما أعرفش، يعني أنا مش عارف دي حاجة حلوة والّا حاجة وحشة، بس أنا باخاف جدًا من الحاجة دي بصراحة. فمن هنا أنا حابب أوصّل رسالة للناس عن حياتي عامةً، أو عن حياة الناس اللي بيشوفوني، أو عن حياتنا عامةً. إن عيب جدًا ومش من الأدب أو الاحترام أو الأخلاق أو الطبيعي إن إحنا نتطفل على حياة الناس. مش طبيعي جدًا إن إحنا نسأل في حاجات خصوصية ما ينفعش، أو إحنا ممكن نشوف الشخص قدامنا ممكن يتأذى إن هو يقول على حاجة زي كده. ما ينفعش نستغل حتة الحياء شخص آخر، أو مثلًا شخص آخر بيخاف على زعلنا، أو شخص آخر مثلًا الشخص التاني بيحبش يحرج حد، أو بيتضايق أو ما بيقدرش يحرج حد. ما ينفعش إن إحنا
نمسك الحته دي او نمسك نقطه الضعف دي ونلعب عليها، اللي هو احنا نعرف حياه الشخص ده فيها ايه او هيعمل ايه الفتره الجايه او عمل ايه. دايما بشوف الشخص اللي بينشغل بالناس التانية او الاشخاص التانيين ما بقاش شخص ناجح او ما بقاش شخص سوي. لان انا دلوقتي لو سايب حياتي ومركز في حياه الشخص التاني ده، انا دلوقتي يعني انت سايب حياتك ومركز على حياه الشخص ده اللي هو يعني مش هيفيدك. انت مش هتفيدك لما تعرف الشخص ده عمل ايه او بيعمل ايه او ايه دنيته وانت سايب نفسك. لا، انت اشتغل على نفسك، ركز على نفسك، طور من نفسك. ده اولى ليك لما تركز على حياتك وتشوف ايه النقص فيها او ايه اللي محتاج تعدله او ايه اللي محتاج ترممه. ده افضل بكتير جدا لما تشغل دماغك بشخص تاني ومش هيفيدك في حاجه، مش هيفيدك غير الاذى ان انت بتاذي الشخص ده او بتجرحه او ده جزء من الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه. الجزء التاني انا بشوف دايما الحديث اللي فيها مع النبي بيقول لو الدنيا كلها اجتمعت ان هم يضروك بحاجه، مش هيضروك بحاجه غير لو ربنا كاتبها عليك او ربنا كاتب ان هو الحاجه دي مثلا تحصل لك. بصراحه يعني الحديث ده يمكن هو اللي بيلهمني الصبر او هو اللي بيخليني اصبر شويه او ان انا لا يعني ما اقلقش او يديني الثقه شويه ان انا لا اطمن وكده. حتى ان هو يعني خلاص انت مهما الناس هتعمل او حاجه طالما ربنا كاتب لك خير في الحاجه ديت او الحاجه دي تحصل هتحصل، حتى لو الدنيا كاتبها كلها عشان تضرك فيها او ان هو مثلا ما تحصلش ليك. فبصراحة الحاجة اللي بتصبرني هي دي، يعني الحديث ده اللي هو لو الدنيا اجتمعت ان هم يضروك بحاجة او بتاع، لا خلاص طالما ربنا كتب لي الحاجة ديت او رايد لي فيها الخير مهما الناس دي عملت او مهما حصل منهم، مش خلاص هي كده كده مكتوبة لي، مش هيقدروا ان هم يمنعوها عني. بس فحابب الوصية الأخيرة اللي وصيها ان هو فعلا الناس تستعين على قضاء حاجة بالكتمان وفي نفس الوقت تبقى مطمنة وراضية وعاملة ان هو مش هيحصل حاجة غير اللي ربنا كاتبه لك. ربنا كاتب لك خير في الحاجة ديت او انت تاخد الحاجة دي او انت تنول الحاجة دي هتنولها، مش كاتب لك فيها مهما عملت او مهما حصل مش هتنولها. فاحنا ما علينا الا السعي، احنا بنسعى وكل الباقي على ربنا. بس ده كان فيديو النهارده وحلقة النهارده. لو عندكم اي رأي او حابين تضيفوا اي حاجة متنساش تسيبوها لي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.